السلام عليكم وحلقة جديدة على فيسبوك. الأهلي يفوز على استاد بتجان 4-2، مباراة كبيرة جدا اتسجل فيها 4 أهداف. تقدر تقول كده تألق واضح لكهربا النهاردة، ونتمنى التألق ده يدوم على طول. يعني كهربا وعزمة كهربا النهاردة اللي عامل مباراة كبيرة، تقدر تقول ظهر بشكل جيد، مسجل هدفين، صانع هدف يعني ومشارك في الهدف الرابع. يعني الراجل عمل يعني مباراة كبيرة جدا. نقدر اللعيب اللي بنلاقيه كويس جدا فبنشيد بيه يا جماعه. والله كهربا لاعب النهارده عمل مباراه كبيره جدا. مسجل هدف من مقاصير رائعه، وما يقلش عنه محمد مجدي قفشه اللي نقدر نقول ما يقعدش دكه اطلاقا. يعني ده قفشه ما يقعدش دكه. انت عندك افضل، يعتبر لعيب من افضل اللعيبه في مصر في الوقت الحالي. ادينا شفنا في مباراه زي النهارده واكثر من مباراه بينزل يغير الملعب اطلاقا، بينزل يغير طريقه اللعب، بينوع اللعب. تقدر تقول ان هو لاعب يعني بيتحكم في الكرة كويس، لاعب بيعمل ثرو باص جميل ممكن يوجه اي حد للمرمى. غير كل ده هداف. يعني لو شفت هدف كهربا الاولاني والاسيست بتاعه هتعرف بالفعل ان قفشه لعيب كبير جدا. رافع الكرة، عامل اسيست ولا اروع لمقصيه ولا اروع من كهربا بيسجل الهدف الاول. طاهر يدي كوره لقفشه ما يستناش عليها يسجل الهدف الثاني. يعني انت بتشوف هدفين ما شاء الله. يعني الخط الهجوم بتاع النادي الاهلي النهارده عمل كل ما عليه، عمل مسجل 4 اهداف. ولكن يعني انت عندك طاهر، محمد طاهر عامل اسيست اللي قفشه اللي هو سجل منه الهدف الثاني. بتلاقي ان خالد عبد الفتاح اللي هنتكلم عليه بعد شويه يا جماعه، خالد عبد الفتاح النهارده اللي عمل اسيست الكهرباء في الهدف الرابع. حسين الشحات اللي كهرباء عامل له اسيست للهدف الثالث. يعني 4 اهداف كلهم كده تلاقيهم الخط الهجومي. الثلاثه الهجوم وراهم طبعا محمد مجدي قفشه. يعني انت بتتكلم عن طاهر، محمد طاهر، بتتكلم عن حسين الشحات، بنتكلم عن كهربا، وضيف معاهم محمد مجدي قفشه. الاربعه دول عملوا مباراه كبيره جدا النهارده. تقدر تقول كده خط هجوم النادي الاهلي عمل كل ما عليه، سجل 4 اهداف. ده غير الفرص الضايعه. عشان بس الناس ما تتكلمش، ندي لكل واحد حقه. يعني انت عندك خط الهجوم النهارده كان ممتاز جدا. لكن لما نيجي نتكلم عن الدفاع، انك تشيل هدفين من فريق زي استاد بتجان، يعني الهدفين مش وقتهم اطلاقا. يعني انت في مباراه في البطوله اللي فاتت تسجل فيك هدف واحد طوال البطوله. لما نيجي نتكلم يسجل فيك في اول مباراه هدفين بالشكل ده. الهدف الثاني يشيل خطأه الفادح يعني للاسف خالد عبد الفتاح الهدف ويشيل معاه محمد الشناوي. يعني الاثنين دول يشيلوا الهدف الثاني. انما الهدف الاول يسأل عليه ياسر ابراهيم لانه ما طلعش مع المدافع، والمدافع طلع الطاقه اعلى منه ووجه الكره كويس وسجل الهدف الثاني لفريق استاد بتجان. لو هنتكلم ونقول بوضوح كده، اللعيبه اللي نزل تشارك النهارده بنشوف الساعي لاول مره كده، نشوف الساعي يعني ينزل مثلا ربع ساعه 10 دقائق الكلام من ده. ولكن اول ما نزل لبس انذار على طول. لكن الساعي نازل متحمس، الساعي عايز يلعب، واي لعيب في النادي الاهلي دلوقتي عايز يلعب ودكه عايز يلعب وعايز يظهر. لكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان من الاخر كده قفشه ما يقعدش دكه. المفروض ان قفشه ما يقعدش دكه. قفشه ده المفروض في الملعب على طول. بعد خروج قفشه شفنا المنظر بالشكل بقى عامل ازاي. بعد خروج قفشه شفنا الخط الهجومي، وبعد تغيير الخط الهجومي يعني احنا شفنا تالق واضح الحمد لله واطمنا على الخط الهجومي كويس. ولكن احنا عندنا اخطاء دفاعيه. اتمنى تكون الرساله وصلت، وما تنساش طبعا باللايك والشير، دعم لاخوكم الاستمر. ودمتم في رعايه الله.